السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا سعداء وهانيين. الوصفه تاع اليوم كما راكم تشوفوا وصفه تاع مكرونه بالخضار، حاجه تحفه، يعني البنه تاعها لا تقاوم. نقولوا بسم الله ونبداو في المقادير. الوصفه تاع اليوم واش نحتاجوا مكعبات دجاج، مكعبات طماطم، مكعبات باذنجان ومكعبات بطاطا. الكمية ديريها على حسب الأسرة تاعك، يعني على حسب الأسرة تاعك. نوع الخضار المتوفر عندك، مثلا الباذنجان تقدري تستبدليه بجزر، بسلة، كوسة، أي شيء متوفر عندك. بس حنا الخضار اللي استعملتها كان اليوم كما راكم تشوفوا. نحتاج معدنوس، فلفل أسود، كزبر، بابريكا، آم، كركم وملح وثوم باودر. نضيفها للخليط تاعي ونخلطهم كما راكم تشوفوا. نخلط الخليط تاعي ونضيف الزيت، وزيت زيتون او زيت نباتي، اي زيت متوفر عندك في البيت، او حبيتي ديري السمن اللي متوفر عندك. المهم دهون تحطيها في الخليط تاعك. نخلطه جيدا حتى يعني التوابل تلمس كل الخضار تاعي كامله. نخلطه مليح. نضيف لهم طماطم مصبره. هنا تقدري تزيدي الهريسه، الشطه، الهريسه، او فلفل. يعني اللي يحب ياكل الحار يقدر يزود الحار. انا ما عنديش ورق الزبده خلص لي. تقدري استعملت ورق الالومنيوم نغلفه برك. نغلف الصينيه تاعي باحكام مليح باش ما تنشفش الخضار. وصارت الخضار تاعي راهي كي جاهزه. نكرجها من الفرن. صدقوني الريحة تاعها هكا وحدها من غير أي إضافات، بهذه الطريقة تتاكل هكا وحدها. راها بنة وحدها، وريحتها ريحة الباذنجان تحفة. أنا زودت المقرونة ما كترتش بزاف، كمية قليلة، لأنه حابة طعم الخضار يبقى معايا. سمام الوصفة هذه تعتمد على الخضار مش المعجنات اللي فيها. ونخلطها مليح. نضيف لها فوقها شويه تاع جبنه. استعملت جبنه الموزاريلا. الجبن ما تكثروش، كما قلنا احنا حابين نحافظوا على طعمه الخضار، ما نكثروش الجبن وما نكثروش المكرونه. ونرجعها في الفرن مطفي، الفرن راهو مطفي. مجرد الجبن هذاك يذوب هكا معايا شويه كيما راكم تشوفوا. راها الشكل وطعم وريحه لا تقاوم، ريحه لا تقاوم. حقيقة نتمنى انكم تجربوها، لانه صح الوصفة هذه اذا جربتيها البنة تاعها تحفة. نقدموها. ملاحظة برك حنايا انا اليوم استعملتها مع المكرونة بهذه الطريقة. اذا كان تحبي انتي تحطي المكرونة، يعني تغلي المكرونة بالزبدة وتحطيها وحدها، وتحطي الخضار من غير ما تخلطي بهذه الطريقة، تقدري. بس هيك انا نفضلها بهذه الطريقة احسن. نقول لكم راها طعمها خرافي وبنينة بشكل ما تخيلوش. احنا الجبن هاي كيش الفيديوهات كلهم يوريو حكاية الجبن هذا اللي يتمطى. بصح الوصفة تاع اليوم ما تعتمدش على الجبن، اكثر شيء تعتمد على الخضار والبنة تاعهم. الوصفة تاع اليوم صارت جاهزة. نتمنى انكم تجربوها. صدقوني هاد الوصفة صح راها بنينة بزاف. اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناة ولايكاتكم اذا عجبكم الفيديو، وشير الفيديو لكل اصحابكم اذا كان حبيتوا الفايدة تعم على الجميع. السلام عليكم.